المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: تشيع حاكم الإقليم الأوسط المناضل في الساحة هايلي. المزارع تصل إلى مرحلة الحصاد في مديرية شامبوكو. مكتب تسني لحجر البذور والمواشي ينجز أعمال ناجحة. كوريا الشمالية تندد بالعقوبات الأمريكية وتتوعد بإجراءات مضادة. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ عملية إطلاق صاروخي باليستي عابر للقارات. والفلبين تعلن حالة الطوارئ بسبب الإعصار كالمايجي. أهلا بكم مشاهدينا. شيع حاكم الإقليم الأوسط المناضل في الساحة هايلي آفرو في مقبرة الشهداء في أسمرة في الساعة 10 صباح اليوم بمراسم الشرف بحضور الرئيس سياس أفورقي والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والجبهة وأسرته ورفاقه المناضلين. والمناضل في الساحة هايلي الذي استشهد في 4 نوفمبر عن عمر بلغ 78 عاما أمضى 52 عاما من عمره في النضال من أجل الاستقلال وإعمار البلاد والدفاع عن السيادة، وهو من المناضلين الأكفاء في مسيرة نضال الشعب الإريتري. ونشط المناضل في الساحة هايلي عامي 1972 و73 في منظمة تحشا السرية، ليلتحق بعد ذلك بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر يوليو 1973، ويخدم في فترة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة وجهاز الإدارة الشعبية وجهاز الاستخبارات والأمن، وبعد الاستقلال نائبا لمدير إدارة مدينة أسمرة والمدير التنفيذي لإقليم شمال البحر الأحمر والمدير العام لقسم الجمارك والمدير العام لقسم الطيران المدني وحاكم لإقليم القاشبركة وحاكم للإقليم الأوسط، ليخدم وطنه وشعبه بتفان وإخلاص. وقد وضع الرئيس سياس أفورقي أكاليل الظهور في مقبرة الشهيد المناضل في الساحة هايلي باسم الحكومة الإريترية، ومسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يمان القبرآب باسم الجبهة الشعبية، وحاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى باسم وزارة الحكومات المحلية، والمدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرئيت تولد برهان باسم إدارة الإقليم الأوسط، وباسم الأسرة ابنه قديون في الساحة. والمناضل في الساحة هايلي آفرو متزوج وأب ل3 أبناء. وتعرب وزارة الحكومات المحلية عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل في الساحة هايلي سنغال، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. وصلت معظم المحاصيل المزروعة في خريف عام 2025 بمديرية شامبوكو إلى مستوى مطمئن، وحث مكتب الزراعة المزارعين لأن يكونوا جادين في حصاد محاصيلهم ومخلفات المحاصيل. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة بالمديرية السيد ماكل قلتان أنه على الرغم من أن الأمطار بدأت متأخرة في شهر يوليو الماضي، إلا أن 92% من المساحة المخطط لها تم زراعتها بفضل المزارعين الذين لم يثنيهم تأخر هطول الأمطار. وأضاف أن من بين المحاصيل المزروعة حوالي 16,000 هكتار زرعت بالذرة، وأكثر من 4,700 هكتار بالدخن، وحوالي 1,900 هكتار من السمسم، والباقي بالذرة الشامية والحبوب. وأضاف أن برنامج الزراعة المصغر الذي استفاد منه 320 مزارعا بالتزامن مع برنامج الزراعة الصيفية أعطى نتائج مشجعة. وقال مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية السيد فيسا قبر ميكائيل أن حصاد السمسم والدخن بدأ بالفعل، وحث المزارعين على حصاد محاصيلهم في أسرع وقت ممكن وحمايتها من الماشية. وناشد المزارعون الجهات المعنية على دعم المزارعين المحتاجين في الحصاد. أفاد مكتب حجر البذور والمواشي بمديرية سيناء أنه يتم إنجاز أعمال رقابية ناجحة بالتعاون مع شركاء. وأوضح مسؤول المكتب السيد زرسناي تقاي أن مهمة المكتب الرئيسية هي مراقبة سلامة الغذاء والحيوان والبيئة بضمان سلامة وصحة المنتجات الزراعية من البذور وغيرها والمواشي. وأشار خبير حجر المواشي الدكتور إبراهيم سليمان إلى أن البلاد لم تعاني من أي أمراض بفضل الرعاية المناسبة والتطعيم المنتظم للمواشي وإخضاع الماشية المستوردة لعملية الحجر الصحي المناسبة.
وأضاف خبير حجر البذور أن الوحدة تجري أنشطة رقابية تركز على المكونات الزراعية وسلامة الأغذية وحجر البذور وجودة البذور وفقا للإعلان الرقم 114 لعام 2006، وأن 84 مكونا زراعيا حصل على تصاريح استيراد. وذكر أنه تم ضبط 8797 لترا من المبيدات السائلة المستوردة بشكل غير قانوني، ونحو 60 كنتالا من الأسمدة الكيماوية، و1013 كيلوغرام من المبيدات الجافة، و489 لترا من الأسمدة السائلة، و970 لترا من المدخلات الزراعية خلال العملية. وحث مسؤول المكتب السيد رئيس النائب الطقاهي في الختام الجهات المعنية على تلبية احتياجاته من الطاقة لتحقيق كفاءة أفضل. دعا الصيدلي في الإقليم الجنوبي تسفون براخي المصابين بالأمراض المزمنة بتناول أدويتهم بالطرق الصحيحة ومراجعة الطبيب في مواعيدهم. وقال إن نحو 50% من تناول الدواء بطرق غير سليمة في العالم يرجع إلى سوء الوصف والتقديم والاستخدام، مضيفا أن المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة يجب أن يأخذوا أدويتهم بانتظام ويمتنعوا عن شراء الأدوية من الصيدليات دون وصفة الطبيب وتناولها دون استشارة مختصة. ونصح بضرورة نقل الأدوية منتهية الصلاحية إلى أقرب صيدلية أو مرفق صحي للتخلص منها بدلا من رميها في النفايات المنزلية. وقال الصيدلي تسفوم أن استخدام مستحضرات التجميل أصبح شائعا حاليا بين النساء، داعيا المرأة إلى الامتناع عن مثل هذه الممارسات الخطيرة، حيث أن كل دواء له استخداماته الخاصة. وتقوم وزارة الصحة بأنشطة توعية عامة في مختلف المناسبات حول استخدام الأدوية، ونظمت أنشطة توعية تدعم هذا البرنامج في الفترة من 27 من أكتوبر المنصرم إلى 2 من نوفمبر الجاري بمناسبة أسبوع الدواء. أفاد مدير مدرسة الروبية الابتدائية والمتوسطة في مديرية فورو الأستاذ علي محمد عمر بارتفاع المشاركة في التعليم بنسبة 22% في العام الدراسي 2025-2026، وأوضح بأن هذه الزيادة نتاج لأنشطة التوعية المتواصلة، مضيفا بأن كفاءة الطلاب تظهر أيضا تحسنا. وتقدم المدرسة في العام الدراسي الحالي الخدمات التعليمية ل 970 طالبا. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. نددت كوريا الشمالية بالعقوبات الأمريكية الأخيرة التي تستهدف الجرائم الإلكترونية الممولة لبرنامجها النووي، متهمة إدارة الرئيس دونالد ترامب بتبني عداء شرير تجاه بيونغ يانغ، ومتوعدة باتخاذ إجراءات مضادة غير محددة. وجاء بيان نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 8 أفراد وشركتين بينهم مصرفيون كوريون شماليون بتهمة غسل أموال ناتجة عن عمليات قرصنة إلكترونية. وقالت الوزارة أن مخططات القرصنة التي ترعاها الدولة في كوريا الشمالية سرقت أكثر من 3 مليارات دولار من الأصول الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو مبلغ غير مسبوق لأي جهة أجنبية أخرى، مضيفة أن هذه الأموال غير المشروعة تستخدم لتمويل برنامج البلاد النووي. وتأتي هذه العقوبات رغم استمرار الرئيس الأمريكي في إبداء رغبته بإحياء المحادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون، وكانت مفاوضاتهما النووية السابقة قد انهارت عام 2019 خلال الولاية الأولى لترامب بسبب الخلاف حول تبادل رفع العقوبات الأمريكية عن كوريا الشمالية مقابل خطوات. أعلنت وحدة الفضاء في قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا أن الولايات المتحدة الأمريكية أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات غير مسلح قادر على حمل رؤوس نووية. ووصف البيان الإطلاق بأنه روتيني، وقيل أنه جزء من اختبارات الجاهزية والدقة الدورية لنظام صواريخ مينيوتمان 3 الذي يعمل في الخدمة الأمريكية منذ أكثر من نصف قرن. وكانت قيادة الجناح 30 للقوات الفضائية الأمريكية المتمركزة في قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا أعلنت أن الولايات المتحدة الأمريكية ستجري اختبار إطلاق تجريبي لصاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية.
أعلن الرئيس الفلبيني فرناند ماركوس الابن حالة الطوارئ بعد أن خلف الإعصار كالمايجي ما لا يقل عن 241 قتيلا ومفقودا في المقاطعة الوسطى في أسوأ كارثة طبيعية تضرب البلاد هذا العام. وقالت السلطات أن الإعصار أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 114 شخص معظمهم غرقا في فيضانات مفاجئة، بينما لا يزال 127 آخرون في عداد المفقودين، كثير منهم في مقاطعة سيبو أكثر المناطق تضررا، قبل أن يغادر الإعصار الأرخبيل الفلبيني متجها إلى بحر جنوب الصين. وجاء إعلان حالة الطوارئ خلال اجتماع للرئيس ماركوس مع مسؤولي إدارة الكوارث لتقييم آثار الإعصار. وأوضحت الحكومة أن الإعصار أثر على نحو 2,000,000 شخص وتسبب في نزوح أكثر من 560 ألف قروي، من بينهم نحو 450 ألفا تم إجلاؤهم إلى مراكز إيواء طارئة. أضاء القمر العملاق سماء العالم بكامل بهائه في المناطق المحظوظة بسماء صافية، وتمكن الناس حول العالم من رؤية قمر القندس العملاق عند بزوغه، حيث كان أكبر وألمع قمر لهذا العام يتألق بكامل بهائه. ويحدث هذا لأن القمر لا يدور حول الأرض في دائرة كاملة، فمحور مداره يشبه الشكل البيضاوي إلى حد كبير. ويعتبر هذا القمر الأكبر والأشد توهجا بين الأقمار الكاملة الثلاث التي شهدها العالم أخيرا، حيث بدا أكثر سطوعا من أي ظواهر قمرية فلكية في عام 2025. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. تشييع حاكم الإقليم الأوسط المناضل في السهاي هيلي. المزارع تصل إلى مرحلة الحصاد بمديرية شامبوكو. مكتب التسعيني لحجر الجزر والمواشي ينجز أعمال ناجحة. كوريا الشمالية تندد بالعقوبات الأمريكية وتتوعد بإجراءات مضادة. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ عملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات. والفلبين تعلن حالة الطوارئ بسبب الإعصار كالمايجي. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.